كمان صرف النظر عن الموقع الذي سيخدم فيه البلاد لتحقيق هذا الهدف. وكانت الوطن انفردت أمس بالكشف عن تراجع السيسي عن موقفه الرافض للترشح، وتأكيد خلال الاجتماع أنه سيحتكم إلى إرادة الشعب المصري في قرار ترشحه للرئاسة أو استمراره في منصبه الحالي أو أي موقع آخر. وقال المصدر أن اجتماع المجلس العسكري استمر 6 ساعات. ياه، ده الموضوع كان كبير قوي. وتناول الإجراءات المكثفة التي ستتخذها القوات المسلحة لتأمين الاستفتاء على الدستور وإمكانية ترشح السيسي في انتخابات الرئاسة التي بات مرجحا إجراؤها قبل الانتخابات البرلمانية. واستعرض الاجتماع الضغوط الأمريكية على المؤسسة العسكرية والى آخره. أشار المصدر اجتماع المجلس العسكري استعرض وجهات النظر المختلفة حول ترشح السيسي، واتجه إلى ضرورة التوافق التام بين أعضائه حول القرار النهائي، واستعرض ترشيحات مبدئية لاسم وزير الدفاع القادم في حال استمرار الضغط الشعبي على السيسي للترشح للرئاسة. وجاء في مقدمة الترشحات الفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة واحد على المجلس ناقش مخاوف البعض من تفسير خوض السيسي انتخابات الرئاسة بأن الجيش تدخل في البداية لهذا الهدف، فيما ذهب أعضاء المجلس إلى نزيل مزاعم لا محل لها إذا قرر الشعب المصري بإرادته مطالبة السيسي بالترشح لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية. المصدر المطلع على الوطن المؤسسة العسكرية بالكامل تقف خلف الفريق أول عبد الفتاح السيسي لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأن الفريق هو المتردد، مشيرا أن الاجتماع الأخير للمجلس لم يشهد أي أنواع من عدم التوافق على شخص السيسي أو حظوظه في الرئاسة. الخبر حسب مجدي الجلاد وخالد محمد يوحي أن هناك ما يشبه، أنا دقيق في ألفاظي أهو، أن هناك ما يشبه التوافق في المجلس العسكري أو اجتماع المجلس العسكري بشأن دعم السيسي إذا ترشح للرئاسة. وإنه المصدر قال لصحيفة الوطن والله إحنا نفسنا السيسي يترشح، وان صدق صبحي لو السيسي ترشح ان صدق صبحي المرشح هيبقى لو ترشح للرئاسه يبقى ان صدق صبحي هو على راس المرشحين لوزاره الدفاع. اذا من وجهه نظرنا المتواضعه كبرنامج وبوجهه نظرنا باعتبارنا بنطلع على اخبار كثر، انه ده احدث خبر يشير الى التوافق أو شبه توافق داخل أخطر مجلس دلوقتي اللي هو المجلس العسكري لترشيح الفريق أو لدعم ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. وإنه لو ترشح فهيبقى هنا الفريق صدقي صبحي على مرشحا على رأس وزارة الدفاع أو على رأس المرشحين لوزارة الدفاع. الخبر معمول يعني بايه؟ مهنيه كده اهو، يعني السم في العسل، فاهمين؟ يعني هو قال وما قالش، مسك العصايه من النص، لا ما مسكهاش من النص، هو دخل يعني كلمه السم في العسل يعني ايه؟ يعني ايه؟ ادانا المعنى وسحبه مننا تاني. فيعني ماشي نخليها زي ما اقول السهل الممتنع. لكن في النهايه الخبر يبدو انه مجدي الجلاد عمل اجتماع اخطر اجتماع لمجلس التحرير وقال لهم تعالوا بقى نصيغ الخبر بتاع المجلس العسكري لمناقشه ترشح السيسي للرئاسه. خبر مكتوب يعني بمعلمه كده. وزير التعليم بيقول ايضا